السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم يا حبايب، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنعمل الملوخية الناشفة. الملوخية بتاعتنا طبعا جميلة زي ما انت شايفاها كده، اللهم صل على النبي. شوفوا حلوة ازاي، هوريها لكم كمان. شوفوا زي ما انت شايفة، لأن الشطة ده طبعا علشان ان هو، شوفوا جميلة ازاي. بألف هنا وشفا لحبايبنا كلهم. وطبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا معلومة صغيرة، لو محدش يغطي الحلة بتاعت الملوخية عشان الملوخية ما ترقدش في الحل. الملوخية زي ما انت شايفاها جميلة وما شاء الله عليها. بألف هنا وشفا، مع ألف سلام. وهندخل بسم الله على المقادير. بسم الله. المقادير بتاعت الملوخية الناشفة. طبعا معايا الملوخية الناشفة ومعايا الشوربة ومعايا توم ومعلقة كزبرة ناشفة وتوم على ملح هندقاه، ومعايا سمن. طبعا الشوربة بتاعتي بتغلي اهي، هحطها على البوتاجاز، مش هتاخد معايا حاجة، دقيقتين 3 بس. حطها على البوتاجاز معايا ونحط الملوخية اما تغلي. الشوربة بتاعتي اهي ما شاء الله عليها بتغلي زي ما انت شايفة كده. هبدأ احط الملوخية. في حاجات بسيطة معايا بنعملها عشان الملوخية بتاعتي ما ترقدش، يعني ما تغرقش في الحلة او ترقد في الحلة زي ما احنا بنقول. طبعا مش هنغطي الحلة خالص زي ما انت شايفة اهي. الملوخية الناشفة جميلة وفي ناس كتير بتحبها، هي خفيفة معايا لسه. هبدأ احط شوية ملوخية كمان. بسم الله. هسيبها تغلي دقيقتين وهشوف التقليه بتاعتي. التقليه الاخرى على البوتاجاز اهي ما انت شايفه اهو. انا طبعا انتوا كلكم بنات شاطرين ما شاء الله، بس احنا بنقول للبنات الصغيرين اللي لسه ما مبتدئين. خلاص التقليه بتاعتي خلاص اتعملت اهي، احمرت معايا ما شاء الله عليها. والملوخيه برضه اهي جميله. هسيبها تغلي دقيقه وهنرجع برضه تاني. خلاص ما شاء الله. شوفوا الملوخيه عامله ازاي ما شاء الله عليها. هحطها في الطبق ونرجع برضو مع بعض. هطفي بقى عنها. الملوخيه بتاعتي خلاص انا غرفتها. شوفوا جميله ازاي ما شاء الله عليها. وبألف هنا وشفا لحبايبنا كلهم، بألف هنا وشفا ليكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومع ألف سلام.